بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موضوعنا النهاردة عن الإسراء والمعراج، رحلة فوق حدود العقل. لما نسمع عن الإسراء والمعراج أحيانا بنحس إنها رحلة بعيدة عن حياتنا، أو إنه الإسراء والمعراج حدث تاريخي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وراحت لحالها. وفي الحقيقة إن رحلة الإسراء والمعراج معجزة وآية عظيمة من آيات الله عز وجل، وحدث أعظم في حياتنا كلنا. وربنا عز وجل أراد أن جميع الأجيال تعرفها منذ حدوثها سنة 620 أو 621 ميلادية، الموافق سنة 10 أو 11 من البعثة، ليلة 27 رجب بعد عام الحزن. لأن ربنا عز وجل خلت ذكر الإسراء والمعراج إلى قيام الساعة في القرآن الكريم، وأنزل سورة مكية كاملة مكونة من 282 آية، وهي سورة الإسراء. وربنا عز وجل افتتح السورة بذكر إسرائه بحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورحلة الإسراء والمعراج فيها رسائل عظيمة وقوية جدا، خصوصا في أوقات المحن والصعاب والابتلاء والضغط النفسي، لأنها حدثت بعد عام الحزن، وده كان من أصعب الأوقات على الرسول صلى الله عليه وسلم. مات عمه أبو طالب اللي كان بيحميه من أذى قريش وينصر عليهم، وماتت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول المؤمنين، أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، رفيق الدرب وسنده في دعوته صلى الله عليه وسلم. الإسراء في اللغة مصدر من سرى أو أسرى، وهو السير ليلا، واصطلاحا رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برفقة سيدنا جبريل عليه السلام من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحررها من دنس اليهود، ويحفظ أهلها المرابطين لحمايتها وحماية المسجد الأقصى، ويطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف، وأن يتقبل شهداءهم في عليين، اللهم آمين. رحلة الإسراء بدأت باستيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية سيدنا جبريل عليه السلام، ومعه دابة البراق، وهي دابة فوق الحمار وأدنى من البغل، أسرع من أي شيء ممكن نتخيله في حياتنا، لأنها من صنع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء خلقه. دابة بتضع قدمها عند منتهى بصرها من شدة سرعتها. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بصحبة سيدنا جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس، وجد أعظم اجتماع في العالم. ربنا عز وجل أحيا جميع الأنبياء والمرسلين، ويروى أن عددهم 124 ألف نبي و313 رسول. ربنا عز وجل بعثهم إلى الحياة من جديد في المسجد الأقصى، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمهم للصلاة في المسجد الأقصى، وده من أعظم تشريف وتكريم ربنا عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة المهيبة دي سيدنا جبريل جاء بإناءين للرسول صلى الله عليه وسلم، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن، فقال له سيدنا جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، هديت وهديت أمتك. ودي كانت أول إشارة لإنكار الخمر وإظهار قبحها وإنها منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشربها نهائيا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ننتقل للجزء الثاني من الرحلة، وهو المعراج، يعني صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع وصولا إلى سدرة المنتهى. لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم بصحبة سيدنا جبريل إلى السماء الدنيا وجدها دخان، فطلب سيدنا جبريل الإذن، فقيل له: من أنت؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ فقال: معي محمد. ففتح باب السماء الدنيا، وقيل: لم أؤمر أن أفتح لغيره. فدخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشاف الملائكة وعجائب خلق الله عز وجل فيها، ورأى فيها رجلا طويلا يصل إلى 60 ذراعا في السماء، إذا التفت يمينه ضحك، وإذا التفت يساره بكى. فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل سيدنا جبريل، فقال: هذا أبوك آدم،
وذريته، فعلى يمينه أهل الجنة وعلى شماله أهل النار. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا يسبحون في نهر من دم ويسبحون إلى الشاطئ، فيفتحون أفواههم فتلقمهم الملائكة بالحجارة فتدميهم، ثم يسبحون ويعودون. فسأل جبريل عليه السلام عن ذلك فقال: هؤلاء أكلة مال اليتامى. ورأى رجالا بطونهم كبيرة مستلقين على الأرض يطأهم آل فرعون. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا. ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قوما معهم طعام خبيث نتن وطعام لذيذ مغري، فكانوا يتركون الطعام الطيب ويأكلون الطعام الخبيث النتن. فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل جبريل فقال: هؤلاء الزناة، نسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك صعد الرسول صلى الله عليه وسلم بصحبة سيدنا جبريل عليه السلام إلى السماء الثانية، وفيها التقى بنبيين كريمين هما سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا يحيى عليه السلام. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام فيقول: رأيته أحمر ليس بالطويل ولا بالقصير، كثير الخيلان أي الشامة. ثم صعد إلى السماء الثالثة فرأى سيدنا يوسف عليه السلام، فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من سيدنا يوسف عليه السلام، وقال: لقد أوتي شطر الحسن أي الجمال. ثم صعد إلى السماء الرابعة فالخامسة ورأى سيدنا هارون عليه السلام شيخا جليلا. ثم صعد إلى السماء السادسة فرأى سيدنا موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى طويلا أسمر كأنه من أسد شنوءة، وهي قبيلة من السمر بالجزيرة العربية، خفيف اللحم أقنى الأنف، يعني مرتفع من الوسط. ثم صعد إلى السماء السابعة فرأى فيها البيت المعمور، وهو كعبة أهل السماوات، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إلى يوم القيامة. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت المعمور رجلا مسندا ظهره إليه، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: هو أشبه الناس بصاحبكم، أي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا جبريل، من هذا؟ فقال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام فيأتونه ويسلمون عليه ويتكلمون معه. وفي أطراف السماء السابعة رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام على هيئته الملائكية الحقيقية، كما رآه يوم بعث في غار حراء ب600 جناح يسد الأفق. وقال الله عز وجل في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. بعد كده وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام إلى مكان محدش وصل قبل كده، لا بشر ولا ملك. ورأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل كالحصير البالي من خشية الله عز وجل، وقال له: يا محمد تقدم، فلو تقدمت لاحترقت، ولو تقدمت أنت لاخترقت. فتقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكرامة الله عز وجل إلى سدرة المنتهى، ويصفها فيقول: أوراقها كأذان الفيلة وثمارها كالأباريق، فبينما أنا كذلك استغشاها من نور الله عز وجل ما تغشى، فتغيرت وصارت حواليها كالفراش من الذهب، فصارت من الحسن والجمال ما لا يستطيع بشر أن يصفه. والتقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل رب العالمين خالق الأولين والآخرين، وتحدث مع جبار السماوات والأرض من غير واسطة ولا مترجم. وهنا فرض الله عز وجل الصلاة 50 صلاة في اليوم. وعندما نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة سأله سيدنا موسى عليه السلام: ماذا فعلت؟ فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة. فقال له سيدنا موسى عليه السلام: اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. ثم خففت مرة وراء الأخرى حتى صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، و50 صلاة في الأجر. لو عجبك المحتوى شاركه بلايك وشير وسبسكرايب.